النهاردة هنتكلم في موضوع تقيل شوية. هنتكلم عن الفشل، بس هتكون مواجهة صريحة من القلب زي ما تعودنا في طريق Persist Path. عايزك بس تكون صريح مع نفسك. ثانية واحدة بس، مش طالب أكتر من كده. بص، في كدبة كبيرة بنقولها لنفسنا إننا خايفين من الفشل. لا، الحقيقة إنك مش خايف من الفشل. دي مش الحقيقة خالص. لأنك ببساطة مجرب الفشل. أنت دقت طعمه قبل كده، عارفه كويس قوي. فاكر لما سهرت ليالي طويلة تذاكر أو تشتغل على مشروع كنت شايف فيه مستقبلك كله وكنت مؤمن بيه أكتر من أي حد. فاكر إحساس إنك تدي كل اللي عندك، كل مجهودك، كل روحك، وفي الآخر تقع تقع الوقعة اللي بتسمع جوه قلبك قبل ما أي حد تاني ياخد باله، الوقعة اللي بتبقى قدام نفسك قبل ما تكون قدام الناس. عشان كده الموضوع أعمق من كلمة فشل. دي مش مجرد كلمة بنقولها ونعدي. لا، الفشل ده جرح حقيقي بيسيب علامة جوه ما بتتمحيش. طيب، خلينا نفصص الموضوع ده حتة حتة، وهنبدأ بأول كدبة بنصدقها ويمكن أخطرهم. الكدبة اللي بتخلينا نعرف نفسنا ونحكم على قيمتنا كلها بسبب لحظة واحدة. الكدبة دي عاملة زي صوت واطي كده في ودنك بيقولك خلاص، انت وقعت، انت خسرت، قصتك خلصت على كده، انت مش قد المشوار ده. بس اسمعني كويس، دي مجرد كدبة. الفشل الحقيقي مش انك تقع، عادي كلنا بنقع، مفيش حد ما يقعش. الفشل الحقيقي هو انك تصدق ان الوقعة دي هي نهايتك، انك تقتنع ان دي آخر صفحة في جدادك، انك تسمح للحظة واحدة، يمكن لحظة ضعف، يمكن لحظة سوء حظ، انها تكون الحكم النهائي عليك. بس يفضل السؤال، طيب لو هي مجرد لحظة، ليه بتوجع قوي كده؟ ليه ألمها بيبقى عميق بالشكل ده؟ هقولك ليه بيوجع. الوجع مش بسبب الحاجة اللي راحت، مش عشان الشغلانة أو العلاقة أو حتى المشروع. الوجع الحقيقي سببه إن الصورة اللي كنا راسمينها لنفسنا اتكسرت. عارف الصورة دي؟ صورة الشخص الناجح اللي ما بيغلطش، اللي كل خطواته محسوبة. الصورة دي لما بتتكسر بتوجع قوي. والمشكلة الأكبر إننا ساعات كتير بنحب الصورة دي أكتر من نفسنا الحقيقية. بنبقى متمسكين بالقناع أكتر من الوش نفسه. وفي سبب تاني بيخلي الحمل تقيل قوي، الناس. الوجع بيتقل بسبب الناس، بسبب نظراتهم. ممكن تكون نظرة شفقة أو شماتة، بس في اللي أسوأ من كل ده، صمتهم. الصمت اللي بيخنق أكتر من 1000 كلمة. وساعتها بنعمل إيه؟ بنلبس قناع تاني ونضحك ونقول إننا كويسين، مع إننا من جوه مش كويسين خالص. طيب، سيبك من اللي الناس شايفاه. خلينا نتكلم عن الفشل الحقيقي، الفشل اللي بيحصل جوه، اللي محدش بيشوفه غيرك. الفشل الحقيقي مش الوقعة نفسها، لأ. الفشل الحقيقي هو القرار اللي بتاخده بعد الوقعة. هو إنك تبطل تحاول خالص، أو إنك تكمل الطريق بس وإنت جواك مش مصدق في نفسك، مجرد جسم بيتحرك من غير روح. أو إنك تختار الطريق السهل، مش لأنه طريقك لكن بس عشان خايف تتوجع تاني. ده هو الفشل اللي بيحصل في الضلمة جوه قلبك ومحدش بيكون شايفه. كل ده بيبدأ من الحوار اللي بيدور جوانا. في صوتين بيتخانقوا، صوت الكذبة اللي بيقول أنا فشلت، يبقى أنا مش كفاية، أنا كنت غلط. والصوت التاني صوت الحقيقة اللي بيقول لأ، الفشل ده مجرد تجربة مش هوية. الفشل كان حدث حصل مش تعريف ليك. دي الحقيقة اللي للأسف محدش فينا اتعلمها وهو صغير. بس عارف، لو بصينا للموضوع من زاوية مختلفة تماماً، هنلاقي إن الفشل ده ممكن يكون أكبر مدرسة في حياتنا، مدرسة بتعلمك حاجات عمرك ما هتتعلمها في فصل دراسي. المدرسة دي بتعلمك إيه بقى؟ أولاً، بتعلمك حدودك الحقيقية فين. تانياً، بتعلمك يعني إيه صبر لما تلاقي نفسك قادر تقف تاني بعد أصعب وقعة. ثالثاً، بتوريلك نقط ضعفك بوضوح، زي ما تكون باصص في مراية. والأهم من كل ده، بتعرفك على نقط قوة جواك ما كنتش تعرف أصلاً إنها موجودة، القوة اللي بتطلع بس في وقت الشدة. بتفهمك أنت بتقوم ليه وبتقع ليه. وده من أهم الدروس في رحلة البرسيستنت باث. كل الناس الناجحة اللي بنبص لهم بانبهار دول هما مش بالضرورة أذكى مننا أو أقوى مننا. الفرق الوحيد هو قرار واحد خدوه في لحظة وجع. هما كمان فشلوا واتوجعوا زي أي حد، بس في عز الوجع ده سألوا نفسهم سؤال واحد: هل هقف هنا ولا هكمل حتى وأنا موجوعة؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي بتفرق بين كل واحد والتاني. عشان كده لازم نفهم حاجة مهمة جدا. الخطر الحقيقي مش في الوقعة. الوقعات بتحصل، الخطر في الوقت اللي بيضيع بعد الوقعة.
في الأيام والشهور ويمكن السنين اللي بنفضل فيها واقفين مكاننا، بنلوم نفسنا أو بنستنى الوجع يروح لوحده. الفشل نفسه مش هو اللي بيسرق وقتك، انتظارك بعده هو اللي بيسرق عمرك. وهنا بنوصل للحظة الاختيار، اللحظة اللي بتقرر فيها الفشل ده هيبقى إيه بالنسبة لك، سجن ولا طريق. ودلوقتي عايزك تسأل نفسك بصدق تام، كل فشل مريت بيه في حياتك لحد النهاردة هل كان درس ولا كان سجن انت اللي قفلت بابه على نفسك بإيدك؟ لو كانت إجابتك إنه كان سجن، فاسمع مني الكلمتين دول: باب السجن ده عمره ما اتقفل، لسه مفتوح، والقرار يرجع لك. وده هو بالظبط معنى طريق البيرسيست باث. فالآخر لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، يا ريت تعمل لايك، ويهمني قوي أسمع رأيك في كومنت. ولو جه في بالك شخص معين ممكن الكلام ده يفرق معاه، ابعتهوله. وطبعا اشترك في بيرسيست باث وفعل الجرس عشان نفضل مكملين الرحلة دي مع بعض.